السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم سيدي محمد. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة البغرير، وصفة ناجحة مليون بالمئة. هاد البغرير راح يجيكم كي الشهدة، مثقب. المقادير ديالو مضبوطة، يعني أي وحدة راح تجربه راني متأكدة راح ينجح معها مليون بالمئة. نقولكم ما ترطوش الوصفة تاع اليوم وبداو لي لا فيديو هكا بالجام. حبيباتي، باش الفيديو نتاعنا يوصل لأكبر أعداد وكذلك القناة تاعنا تزيد تكبر. نروحوا للمقادير على بركة الله. بسم الله. واش نحتاجو؟ راح نحتاجو 3 كيسان تاع الماء يكون دافي. راح نضيفو عليهم مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، وراح نضيفو كذلك مغرفة كبيرة تاع السكر، وراح نضيفو كذلك كاس تاع الفرينة. انا هنا الفرينة كانت عندي مغربلة، اللي ما عندهاش مغربلة لازم تغربلها. وراح نجيبو البراميكسور ونبداو نخلطو الخليط ديالنا. هنايا راح نبداو نضيفو الفرينة بالتدريج، راح نضيفو الكاس الثاني، وكذلك نضيفو الكاس الثالث، وهنايا الكاس الرابع راح نخلوه على جنب حتى نخلطوا هاد المكونات مليح مع بعضياتهم. وهنايا دائما نستعملوا براميكسور باش الوصفه تاع البغرير تاعنا الوصفه تكون ناجحه مليون بالمئه. وهذا البغرير راح نستعمل فيه غير الفرينه ويجي مثقب ما شاء الله كأنه شهدة. وهنايا خلطت الخليط ديالي مليح وكان مازال هو يخصو الفرينة. كنت زدت هنا الكاس الرابع وضفت عليه كذلك مغرفة صغيرة من الملح، ونقعدو نخلطو الخليط ديالنا مليح حتى الخليط يولي متجانس. القوام تاع الخليط ديالنا ما لازمش يكون ثقيل وما لازمش يكون خفيف بزاف، باسكو الا كان خفيف بزاف ما راحش تكون وصفه ناجحه. وكذلك الا كان ثقيل البغرير ديالكم راح يجيكم ثقيل، حتى ولو كان يثقب لكم راح يجيكم ثقيل. هنايا قعدت نخلط مليح حتى الخليط ديالي دار هكا بزاف تاع الفقاعات من الفوق كما راكم تشوفوا هنايا في الصورة. هنايا حسيت الخليط ديالي مازالو يخصو شويه، باسكو تعرفوا الفرينه كل نوعيه وكيفاش. كاين النوعيه اللي تشرب وكاين النوعيه اللي ما تشربش. انا هنايا جاتني مازالها يخصها، زدت لها 2 مغارف كبار من الفرينه وزدت خلطت الخليط ديالي مليح مع بعضياتهم. من بعد حبيباتي غطيت عليه وخليته ربع ساعه، غير ربع ساعه كان الخليط ديالي الضعف الحجم ديالو. وهنايا بعد ما الخليط ديالي كان ضاعف الحجم ديالو اللي هو خمر، من بعد راح نضيف عليه باكي من خميرة الحلويات الوزن ديالها 10 غرامات. ونخلط الخليط ديالي مليح بالبراميكسور هكا حتى الخليط ديالي يولي متجانس. نروحو ديريكتومون هنايا نطيبوه. هنايا راح نجيب الخليط ديالي. هنا المقله تاعي لازم تكون سخونه، سخنتها وبديت ندير البغرير ديالي. هنا شوفوا غير تحطي هذيك العجينه ديالك، يعني السائل تاع البغرير ديريكتومون يبدا يتفقر معك كما راكم تشوفوا هنا في الصوره. يعني هاد الوصفه صدقوني اي وحده حتى وتكون مبتدئه وتجربها تاكدوا باللي راح تنجح معاهم. وهنايا في هذه المرحله كي تكونوا طيبوا البغرير ديالكم، اذا كان المقله ديالكم تخافوا منها انها تلصق لكم دهنوها بشويه تاع الدهان في الاول، من بعد ما تزيدوش تدهنوها، يعني غير المره الاولى. وهنايا كي تحسوا هكا بعض الفقرات ولا او بعض الثقوب يعني فوقهم هكا العجينه هي مثقبه من الداخل بصح هكا عجينه من الفوق، جيبوا هكا عود ولا تاع زراميط ولا وثقبوها، يعني حلوا هذوك الثقوب. والمقله نتاعكم او الطاجين هكا دوروه على كل مره على جهه باش تطيب لكم من كل الجهات. وحنايا في جهه الغرب تانيك مانيش عارفه الا اسكو غير في دارنا ولا غير حنا ولا كاع جهه الغرب نحمروا البغرير من 2 جهات. اليوم راني درته معكم يعني بعد البغرير، يعني حز 2 حبات تاع البغرير حمرتهم من 2 جهات، وهكا 2 اخرين خليتهم وجههم بويض. يعني هنايا تبقى الاختلاف، يعني كل ولاية وكيفاش ياكلوه، تاني كل ولاية معاياش يقدموه. وهنايا شوفوا لي البغرير بعد ما وجد جا ما شاء الله، يعني جا مثقب وخفيف ريشه والله غير تاكلوا منه وما تشبعوش، ماهوش ثقيل كامل. وشوفوا لي يعني من تحت طايب ما شاء الله، يعني ماشي محروق. وهنايا كما قلت لكم الوجه ديالو احنا في جهة الغرب نحمروه، انا نهضر على دارنا. مانيش عارفة اسكو كامل في جهة الغرب يحمروه ولا غير حنا. المهم هذا هو، كنت درت حبيبات حمرت لهم الوجه وحبيبات ما حمرت لهمش الوجه. وهنايا شوفوا لي الشكل النهائي ديالو.
وهنايا حبيت نقول لكم البغرير ديالكم كي تكونوا طيبوه، حطوه هكا على طرشونه، ما تحطوهش فوق بعضياتو باش ما يتعجن لكمش. وهنايا في الاخير ثاني حبيت نقول لكم انا كنت ذوبت شويه تاع العسل مع شويه تاع الزبده وسقيت البغرير ديالي. يعني راح يجيكم واحد البنه واحد القوام ما شاء الله. يعني نتمنىكم كامل تجربوه وتبعتوا لي التطبيقات نتاعكم في الانستغرام، ولا تخليوا لي هنا التعليقات ديالكم اسكو نجح معكم ولا لا. وما تنساوش تدعموني بلي جيم ولي كومونتير هكا باش القناة تاعنا توصل لأكبر عدد. ودوكا ما بقى لي غير نقولكم نضرب لكم موعد عن قريب إن شاء الله. مع السلامة.